وقفنا بالحلقة اللي فاتت لما وصلت قمر بيتها ونامت شوية وصحيت على صوت تليفونها، وكان اللي متصل كانت فرح، وقمر بتقول لها بنوم: مين اللي بيرن؟ حرام عليكم منكم لله يا شيخ، منك ليه مش عارفة انام بقى منكم. فرح يا اختي، انا فرح قومي، كل ده نوم؟ عمال ارن عليكي، ده انا رنيت عليكي 14 مره وانتي ما هنش عليكي في ولا مره من ال 14 تردي عليا يا شيخه. فرح: اه طيب تصبحي على خير حبيبتي بقى، ما ترنيش تاني. يا بنت قومي انا تحت البيت، قومي بقى. تمام حبيبتي، تمام تحت البيت، ضلمتي الشارع كله، يلا روحي على بيتك يا ماما. وقفلت معاها وكملت نوم. فرح في نفسها: البت دي مش هتقوم، اطلع لها احسن، علشان انا عارفاها دي بتحب النوم زي عينيها. طلعت فرح البيت واخدت المفتاح اللي قمر اديتهولها، فتحت الباب ودخلت، لقيت قمر نايمه بطريقه تضحك جدا، وفرح بتقول: يا قمر، قومي يا شيخه حرام عليكي. حاضر هقوم سيبيني بس ساعتين كمان. فرح جابت ميه ورمتها عليها. ايه في ايه؟ انا بلحق، بغرق، الحقوني انا بغرق. فرح بتضحك. مسخرة. شكلك حرفيا مسخرة. ايه يا بنتي ده؟ قمر قامت تجري وراها: انا هوريكي بقى المسخرة على اصولها، تعالي والله لو هوريكي. فرح بضحك: ما انت اللي مش عايزه تقومي، قلت استخدم بقى طريقتي الخاصه، قلت لك قومي بالذوق ما قمتيش بالذوق، قلت اقومك بالعافيه. قمتي بالعافيه وبالميه، بس ايه رايك؟ كانت ساعه قوي صح؟ هي من ناحيه ساعه فكانت ساعه، وعشان تقوميني تجيبي الميه دي وتدلقيها عليا، والله لا اوريكي. هو يعني انا كده كده عرفت الحل تقريبا، ده الحل الوحيد عشان تصحي. منك لله يا فرح، منك لله يا شيخه، بتعملي فيا كده ليه؟ هدومي اتبلت وانا مالي يا لمبي، قعدت اقول لك قومي وما قمتيش، قلت اقومك بطريقتي بقى. غوري من وشي واطلعي بره، ده انا ما نمتش غير 12 ساعه بس. ايه يا شيخه حرام عليكي، 12 ساعه يا مفتريه؟ واولا انت بتطردي صاحبتك من البيت بتاعك، ما كانش العشم يا امورتي، ما كانش العشم انك تطرديني، لا. قال صاحبتي غوري يا بنت من هنا بقى، سيبيني انام، سيبيني بصي اكمل ال 15 ساعه وبعد كده اقوم نعمل اللي انت عايزاه. تصدقي ان انا غلطانه بقى، كنت عايزه انا وانتي ننزل نجيب فساتين الخطوبه سوا، بس براحتك بقى، انا همشي واسيبك واروح اجيب بقى الفساتين مع البت راوده صاحبتنا. ايه؟ طيب اخرجي بره وانا هغير لبس وهاجي وراكي. تمام يا اختي، بنات ما بتجيش الا بالعين الحمراء. غيرت قمر لبسها وراحوا يجيبوا فساتين في المول. قمر: ايه ده؟ لا الفستان ده احلى. لا، انا بقى بقولك ان ده احلى، ده اسود وحلو، اسمعي كلامي ده جميل. يا بنتي انت صاحبة العروسة، تلبسي اسود يا كئيبة، انت رايحة فرح ولا رايحة تعزي؟ بس برضو الاسود حلو، اسمعي مني. يا رب صبرني يا رب، اسود يوم الخطوبة؟ ايه انت عايزة تجيبي لي سكتة قلبية يا شيخة؟ حرام عليكي، اسمعي بس كلامي وقولي امين. جابوا اللبس وراحوا يتغدوا في مطعم. فرح: بنت الحقي، خطيبي اهو، وانا اللقمه وانا العيش كله في بقي، اعمل ايه يا نهار اسود؟ ده لو شافني باكل بالطريقه دي مش بعيد يفسخ الخطوبه وما يخطبنيش. ايه يا بنتي في ايه؟ خطيبك؟ خطيبي الحقيني. طب هو فين اللي لسه داخل هناك اهو؟ في اتنين، قولي لي انهي يعني، انا اكيد مش هشم على ظهر ايدي. اللي شعري بنه ده ومز وحلوه كده. حلو، مين اللي معاه ده؟ معرفش، اول مره اشوفه. الشباب قربوا عندهم، تعالوا نتعرف عليهم. عمر خطيب فرح، شعره بني، عيونه بني، طويل وجسمه رياضي، عنده 30 سنة، فرفوش بس وقت الجد جد، وذكي جدا جدا، وكان بيحب فرح من 5 سنين بالظبط، وما كان معجب بيها. فهد صديق عمر، عنده 32 سنة، عيونه رمادي، شعره اسود، طويل وجسمه رياضي، بس بارد جدا جدا ومش بيحب الهزار كده. عمر: السلام عليكم يا بنات. فرح وقمر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر: عاملين ايه؟ الحمد لله. وانتي يا انسة؟ الحمد لله. عمر كان موجه كلامه لقمر وبيقول لها: اعرفك بنفسي،
أنا عمر خطيب فرح المستقبلي يعني. أيوه، أيوه، حصل لي الشرف، اتشرّفت. الشرف ليّا طيب. ممكن نقعد معاكم يا بنوتات؟ اتفضل طبعًا اقعدوا. قعدوا يتكلموا ويهزروا، وفهد ساكت بيبُص لقمر، هو ما فتحش بُقّه خالص. قمر لاحظت نظراته واتضايقت جدًا. قمر: بعد إذنكم يا جماعة شوية وهارجع. فرح وعمر: تمام، تمام. قمر خرجت تشم هوا وقالت: مين الأخ ده وبيبُص لِك كده ليه؟ فهد: مش عايزِك، مش عايز منِّك حاجة خلّي بالِك. أنت جاي ورايا ليه؟ ما جيتش وراكِ، أنا خارج أشم هوا أنا كمان. تمام. ومش مجبورة تصدّقي، ما تصدّقيش براحتك. أنا غلطانة إن أنا أصلًا باكلّمك. الحمد لله إنِّك عرفتِ إنِّك غلطانة. قمر اتعصبت وراحت عندهم. قمر: فرح يلا نروح دلوقتي. ليه يا بنتي لسه بدري، استني بس نقعد مع عمر واعرفك عليه اكتر. انا همشي وانت لو عايزه تيجي اتفضلي. ماشي ماشي يلا بينا. بعد اذنك يا عمر. بعد اذنك يا فهد. يا لهوي، هو ماله اسمه فهد كده ليه يعني؟ من قله الاسامي يسموه فهد. خرجت البنات. عمر: هببت ايه يخرب بيتك؟ ولا حاجه، ولا اتكلمت ولا فتحت بقي. طيب وناوي على ايه؟ كل خير إن شاء الله. ربنا يهديك يا صاحبي. آمين. يلا لازم أرجع البيت دلوقتي. يلا يا عم. بعد ما طفشت البت فرح، ما بعرفش أقعد معاها بسبب أبوها، جاي أنت تطفشها دلوقتي؟ خلاص يا عم يلا بينا نروح، وبكلمها بعد الخطوبة. يلا يا عم منك لله، أنت السبب في كل حاجة، هتجيب لي شوية شوية الجلطة يا ابني. يلا يلا. وفعلا راحوا وروحوا البيت. استنوني في الجزء الجاي.